بسم الله، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه بطاطس بالكريمه او جراتان بطريقه سهله جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اول حاجه هنجيب 4 بطاطسيات ونقطعهم قطع كده ونحطهم في الصينيه زي ما احنا شايفين، ونروح نجهز الصوص. وده عباره عن كوبايه صغيره لبن، عبوه كريمه طهي، هنضيف مكعب مرق الدجاج، معلقه صغيره فلفل، ومعلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره توم باودر، ولو ما عندناش توم باودر ممكن 3 فصوص توم ندقهم، ونص معلقة صغيرة ملح. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. بعد كده هنضيف قطعتين زبدة، هنسيبهم على نار متوسطة حوالي 5 دقايق لحد ما الزبدة تسيح. وأول ما الزبدة تسيح ونتأكد إن مكعب المرقة داب، هنروح للبطاطس. هنسقي صينية البطاطس بتاعتنا بالصوص. بعد كده هنضيف الجبنة الموتزاريلا. جبنة الموتزاريلا لازم نتأكد إنها واصلة لوش الصينية، يعني ما نسيبش الجبنة تنزل لقاع الصينية، لا، نتأكد انها مغطية وش الصينية تماما، لان دي اللي هتدينا التحميرة اللي هتظهر في الاخر. هنسخن الفرن حوالي 5 دقايق. بعد كده هنحط الصينية، تسيبها حوالي 20 دقيقة لحد ما تستوي، وبعد كده نولع الشواية حوالي 10 دقايق. وده الشكل النهائي لصينية البطاطس بالكريمة او الجراتان. ممكن تجربوا تعملوها مع بفتيك او ستيك مع سلطة، هتبقى وجبة هايلة ان شاء الله. وألف هنا.